5 حاجات ما ينفعش تجيب سيرتهم في الانترفيو. واخر واحده انسايدر تيب مني. الانترفيو مش مكان تفتح فيه قلبك، وفي حاجات فعلا لو قلتها هتتاخد ضدك وانت مش اخد بالك. 1. مشاكلك الصحيه، لو مش بتاثر على شغلك بلاش تجيب سيرتها. 2. خططك في الجواز والخلفه او ظروف ولادك، والستات بالذات لازم تخلي بالها من النقطه دي. وعلى فكره الشركه مش من حقها تسالك اسئله زي دي، وانت مش مطالب ابدا انك تحكي حاجه زي كده. 3. الكلام عن السن، ما تقولش ابدا انا عارف ان السن كبير او انا عارف ان انا صغير ولسه ما عنديش خبره. الكلام ده غلط وهيخليهم يركزوا على حاجه هم كان ممكن ما ياخدوش بالهم منها اصلا. 4. الكلام عن الفلوس جوه الانترفيو، الكلام ده لازم يحصل بعد الانترفيو مع الاتش ار. وعامله فيديو عن ازاي ترد على الاكسبكتد سالري كويستشن، بس ما تبقاش انت اللي فتحت الكلام في المرتب جوه الانترفيو. جمل كيوت زي معلش اصل انا متوتر، عادي كلنا بنكون متوترين وفاهمين انك متوتر، بس تكرار الكلام ده بيخليك تصدق وتعيش الجو ده، وبيدي انطباع عنك انك مش واثق من نفسك. والبونس مني، اوعى تتكلم عن مديرك او الشركه اللي انت فيها دلوقتي بطريقه مش كويسه. ليه؟ لان احنا هنقول ان انت هتعمل كده معانا بعدين. لو عايزين تعرفوا اكتر اكتبوا لي تيبس عشان ابعت لكم بقيه الحاجات اللي ما ينفعش تتقال. Let's Nova Mind it.